صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بينا نجرب كده حلويات جديدة، كفاية كنافة وقطايف، يا رب تعجبكم. يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. في بولة هنحط بضاية عليها كيس من الفانيليا، وهننزل عليهم بربع كوباية من السكر، نص كوباية من الزبادي، وهننزل ب100 جرام من السمنة، عليهم 3 معالق كبار من الزيت. يا ريت الزيت يبقى نوع نضيف علشان ما يبقاش فيه أي ريحة. والسمنة ممكن تستبدليها بالزبدة وهتبقى أفضل كمان، لكن أنا ما كانش عندي زبدة فاستخدمت السمنة. مفيش أي مشكلة خالص، كله بيبقى شغال وزي الفل. بنقلب مكوناتنا، ما انتش محتاجة مضرب أبدا، بتقلبي بس المكونات كده، وبتنزلي ب150 جرام من الدقيق السميد أو السمولينا، أو دقيق البسبوسة. وطالما في دقيق بسبوسة يبقى التقليب ما يبقاش كتير علشان وصفتنا ما تنشفش. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من جوز الهند، معلقتين كبار من جوز الهند، بتبقى تخلي الوصفة جميلة قوي وطعمها حلو. أنا عارفة إن في ناس كتير ما بتحبش جوز الهند، لكن هيبقى حلو ومش هتحسي بيه في الوصفة على فكرة. هنقلب كده ونبقى محضرين كوبايتين من الدقيق. على فكرة أنا مستخدمة دقيق لكل الاستخدامات، مش ضروري يعني دقيق حلويات مخصوص. ما فيش أي مشكلة خالص. هننزل بالدقيق حبة حبة، لإن طبعًا متفقين إن في أي حلويات أو معجنات الدقيق بيختلف من نوع للتاني على حسب امتصاصه للسوائل. كمان حتى البضاية اللي أنتِ ممكن تبقي ضايفاها في المعجنات بتاعتِك أو الحلويات بتاعتِك بتخلّي يعني بتفرق على كمية الدقيق. فمش عايزين نستهون بالمعلومة دي يا جماعة، معلومة مهمة جدًا، لإن في ناس ممكن أنا لمّا أقول كوبايتين فتحط الكوبايتين فتطلع الوصفة مش مضبوطة، فتفتكري إن أنا مثلًا قايلة لِك المكونات مش مضبوطة، لأ خالص. فخدي بالِك، أهم حاجة في النقطة دي إنِّك تعرفي سُمك المعجنات بتاعتِك أو سُمك الحلويات بتاعتِك، تتأكدي من السُمك شكله إيه، فتتعاملي بناءً على كده، وتنزّلي الدقيق حبّة، حبّة لغاية ما توصلي للسُمك اللي أنتِ شُفتيه. هننزل كده، وأنا هنا ما استخدمتش كوبايتين كلّهم، أنا استخدمت كوباية ونُص ومعلقتين. هابدأ أشيل المعلقة بقى وأبدأ أستخدم إيدي علشان أحس الوصفة، وأحس إذا كنت محتاجة أكمّل بقية الدقيق أو أنا كده مكتفية. الوصفة هنا أنا باستخدم فيها في تشكيلها المِشط. طبعًا المِشط استخدمناه قبل كده في صوابع زينب، وأنا باستخدمه على فكرة في تشكيل حلويات كتير جدًا، فده مِشط بيبقى نضيف. عندي يعني معمول للمطبخ، لو ما عندكيش اشتريه وخلّيه للمطبخ. فأنا هاورّيكِ دلوقتي السُمك، باورّيكِ كمية الدقيق اللي اتبقت. برضه بعد ما بتشوفي السُمك معايا زي ما أنا هاورّيه لِك دلوقتي، تقدري تجيبي المِشط بتاعِك وتجرّبيه، لو عمل الشكل من غير ما يلزق في المِشط يبقى أنتِ كده عجينتِك تمام. تمام. هنا خلّصنا، وصلنا للسُمك اللي إحنا عايزينه. هابدأ بقى أكوّر الأول عجينتي. كل كورة بتبقى في حدود 40 جرام، ولو أنتِ شايفة إن 40 جرام مثلًا كتير ممكن تقلليها. لكن أنا إكمنّي هاحشيها، فأنا حاسة إن هو يعني هو ده المقاس المناسب علشان في حشوة. لكن ما فيش مشكلة لو أنتِ بتحبي الحاجة أصغر من كده، ما فيش مشكلة قلّلي. كل دي أذواق، ما فيش أي مشكلة فيها خالص. بنفرد العجينة كده على المِشط وبننزل بحشوتنا سوداني مفروم ناعم، وهنبدأ نحطه كده في الوسط، وبعدين تقفلي العجينة زي ما أنتِ هتشوفي دلوقتي. وأنتم بتتفرجوا كده على التشكيل هاقول لكم، بما إني أنا باحتفظ دايمًا بالشربات وباعمله من أول رمضان كده في بطرمانات، فأنا هاقول لِك الشربات بتاعنا: كوباية سكر، كوباية مَيّة، عصرة نُص ليمونة، معلقة من عسل الجلوكوز لو موجود عندِك. مش موجود، ما فيش أي مشكلة خالص. هتسيبيه يغلي كده على النار، وأول لمّا يغلي 5 دقايق بالضبط وتطفي، تحطي كيس من الفانيليا لو بتحبي ريحة الفانيليا، في ناس ما بتحبهاش، ما فيش أي مشكلة. ده العسل. هنبقى مولعين بقى البوتاجاز بتاعنا وإحنا بنشكِّل كده علشان يبقى سخن ويضبط الحلويات بتاعتنا. على 180 هتسيبيها على الرف في الوسط، تاخد لون من تحت. أول ما تاخد لون من تحت تطفي من تحت وتشغّلي الشواية. بس بتستوي، ما بتاخدش وقت على فكرة. جميلة جدًا يا جماعة وبتدوب في البُق. هتعجبكم جدًا وجديدة.
يعني حلوة حلويات لرمضان وبشكل جديد. على فكرة عسل الجلوكوز دي معلومة برضه من الحاجات الجميلة أوي، وما تستهونيش بيها لإنها بتخلّي الشربات بتاعِك مش مسكّر، ما يموّعش. يعني بتخلّي تحسّي إن الحلويات اللي بتحطّي فيها عسل الجلوكوز بتحسّي إن هي مش مسكّرة بزيادة. فهو على فكرة من الحاجات الحلوة أوي وسعره على فكرة كويس، برطمان بيقعد معاكِ فترة طويلة جدًا، جدًا. دي حبّيت أقول لكم المعلومة دي بس وأنتم بتتفرّجوا كده على تشكيل الحلويات بتاعتنا. جميل أوي عسل الجلوكوز، وكمان بيحافظ على فكرة على الشربات من التسكير، ما يخلّيهوش يكوّن بلورات كده سُكّر، ويعني بيخلّيه يحتفظ بسُمكه وبقوامه من غير ما يسكّر. هنا إحنا بنشكِّل وهنشكِّل كل عجينتنا وندخّلها الفرن تاخد اللون، وننزل عليها بقى بالشربات، وهي بأمانة حلويات جميلة جدًا وسهلة أوي، أوي. دخّلناها بقى الفرن بتاعنا، وهتطلع نحط الشربات بتاعنا. بإذن الله تعجبكم وتجرّبوها بالهنا والشفا. كل سنة وأنتم طيبين. لو وصلتِ معايا لغاية هنا أنا لمياء علام ودي قناتي. أتمنى تعملي لي لايك لو عجبِك الفيديو واستفدتِ منه، وتشرّفيني من إيدِك الحلوة دي تعملي اشتراك تتفرّجي على فيديوهاتي، أتمنى إن هي تعجبِك. كل سنة وأنتم طيبين، أتمنى لكم دايمًا حياة أحلى.